جورج البيمنت بتاعت البيت بتاعتي عليت. ايه اللي بيحصل؟ السؤال ده بيجي لي كتير قوي اليومين دول بالذات. انا اشتريت بيت من زمان ودلوقتي كنت بدفع انا بدفع $2000 دلوقتي بقوا 2000 ونص. ايه اللي بيحصل؟ انت غيرت حاجه في اللون؟ مفيش حاجه اتغيرت، في حاجات معينه اتغيرت. ايه هي بقى؟ طيب تيجي نراجع كده بالراحه واحده واحده. اصل المبلغ والفوائد بتبقى ثابته، الحاجتين دول ثابتين. ايه اللي بيتغير؟ في حاجه اسمها بروبرتي تاكس، ده الضرايب بتاعه البيت. الضرايب البيت كل سنه، ساعات بيغيروا كل سنتين ثلاثه، كل 5 سنين، كل سنه، على حسب المنطقه بتاعتك. تاني حاجه الانشورنس بتاع البيوت ساعات بيعلى، ودوت بتحصل كتير قوي بالذات اليومين دول. فالانشورنس لما يعلى هياخدوا الفلوس بتاعتهم منين؟ هيجي يقول لك لا البيمه بتاعتك عليت. في حاجه بقى ثالثه كده ودي مهمه قوي، حاجه اسمها اسكرو اكاونت. لو انت بتدفع مورجج بتاعك انكلودنج يعني من جواه التاكس والانشورنس، هم بيعملوا خزين. الخزين ده لو ناقص يقول لك لا انا عاوز فلوس زياده عشان احط في الخزين دوت عشان اقدر ادفع لك المورجج بيمنت، اللي هي مره في السنه للهوم انشورنس ومرتين في السنه للبروبرتي تاكس. لو عجبك الفيديو دوت يا ريت تعمل لايك وشير. ولو عاوز ميعاد معايا ونتكلم مع بعض على زوم انا تحت امرك. روح بس gmbrokerage.com واحجز ميعادك معايا. ربنا معاك.